الاسم علي السعيدي من مدينة منبج. نستنكر الاحتلال التركي على القصف هذا في مدينة كوباني، وأي مدينة إنه شمال شرق سوريا كله نستنكره يعني. نزعل الأمن والاستقرار، نحن الحز عايشين بأمن واستقرار ومبسوطين طبعا. نحن ما راح نترك بلدنا على الخالص يعني، هاي البلد بلدنا ما راح نتركها على الخالص. متمسكين بأرضنا إن شاء الله. نعم. خديجة العلي من منبج. اي والله يا بنتي قاعد نشوف هالقصف قاعد يصير علينا على مدينة منبج، بس احنا ما نرضى بهالقصف هذا، ما نرضى بالقصف خالص. اي بس قاعد يصير وقاعد يشتل ابنائنا وبناتنا وولادنا وما نرضى على هالشيء هذا. هدف التركي يشتل الشعب، يشتل الولاد، يشتل ابنائنا، يشتل النساء. احنا ما نرضى على الشعب السوري انه هيك يصير بيه ويتهجر والشعب التركي يدخل على منبج. لا احنا ما نرضى بالشيء هذا. وجاي يقتل ولادنا وبنياتنا ونسائنا ويستهلك بلدنا، اكيد انه اجرامي. احنا سوريين ونظل سوريين، شلون نترك بلدنا ونخلي البلد تروح للتركي؟ لا، التركي ما له شيء باراضينا، هاي الاراضي سوريه وراح نظل سوريه، وقدر استطاعتنا نظل ببلدنا وصامدين وما نسلمها لاي شخص يجينا من برا ويجي تا يستحل البلد. لا. انا امينه جاسم. احنا ما نرضى اردوغان يعني ياخذ اراضينا، احنا اراضينا يعني، احنا رضيانين على الشيء هذا كلهم، احنا رضيانين على جاي يعني يريد يتحل بنبج لينا يعني، هدفه ياخذ شو اسمه مناطقنا يعني، فاحنا ما نسلمها لاردوغان يعني. المناطق مناطقنا واحنا نحرر مناطقنا، ما نخلي اردوغان ياخذ مناطقنا. راح نظل بنبج وما نخلي حدا يفوت على اراضينا، هي اراضينا.